خليني اقول لك معلومه ممكن تصدمك شويه. انك تحس انك زي الفل ومش بتشتكي من حاجه، ده مش معناه ان المرض اختفى. ودي واحده من اخطر الغلطات اللي بيقع فيها مرضى القولون التقرحي ومرض كرونز. زمان كنا بنفرح لما الوجع يروح، لكن النهارده الطب هدفه بقى ابعد من كده بكتير. تعالوا نفهم احنا بنعالج ايه بالظبط. مش كل ألم في البطن مجرد قولون، وأحيانا الجسم بيهاجم نفسه. التهاب الأمعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطرة. انا الدكتور احمد جلال، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. هدفي ان احنا نفهم المرض عشان نسيطر عليه. العلاج مش بس دواء، العلاج رؤية واضحة، تشخيص دقيق، متابعة منتظمة، وهدف محدد. هدفنا العلاج الموجه نحو الهدف، تريد تطرق. التهاب القولون التقرحي ومرض كرونز مش نهاية الطريق. بالعلم الصح نقدر نمنع المضاعفات ونحافظ على حياة طبيعية. زمان كان الهدف هو تسكيت الاعراض، يعني لو الاسهال وقف والمغص خف يبقى كده تمام والروشته نجحت. لكن الدراسات اثبتت ان في مرضى كتير بيبقوا حاسين بتحسن فعلا، بس الالتهاب لسه شغال من تحت لتحت جوه الامعاء. كانك طفيت النار بس لسه في جمر شغال تحت الرماد. الهدف الجديد اللي كل الدكاتره بيجروا وراه دلوقتي اسمه الشفاء المخاطي، ميكوزال هيلينج. يعني ايه؟ يعني بطانه الامعاء ترجع ناعمه وطبيعيه تماما لما نشوفها بالمنظار. مش بس انك تحس انك كويس، لا، احنا عاوزين الامعاء نفسها تنسى ان كان فيها التهاب او قرح. وده اللي اسمه تريد تو تارجت او العلاج نحو الهدف. ليه بنصمم على الشفاء المخاطي او الميكوزال هيلينج؟ لان الالتهاب المستمر حتى لو مش حاسس بيه هو اللي بيعمل انتكاسات كل شويه، هو اللي بيعمل ضيق في الامعاء او ناسور في حالات الكرونز، والاهم انه بيحمي من خطر سرطان القولون على المدى الطويل. احنا مش بنعالج الم النهارده، احنا بنحمي امعائك ل 20 و30 سنه قدام. لما ابتدي العلاج بدري انا بنزل الكيرف اللي عمال يعلى سنه مع سنه. يعني ايه تريد تو تارجت او العلاج نحو الهدف؟ النظام ده اسمه العلاج بالهدف او العلاج نحو الهدف، يعني تحديد نشان ونصوب عليه عشان 1 الاعراض تختفي، 2 التحاليل ومعامل الالتهاب في تحليل الفيكال كالبروتكتين ينزل للطبيعي، 3 المنظار يقول ان الامعاء رجعت سليمه. لو الهدف ده ما اتحققش الدكتور بيعدل الخطه، بيزود جرعه او بيغير الدواء. العلاج مش صنم ثابت، ده عمليه مرنه حسب حاله امعائك. وعشان كده المناعه والتحاليل الدوريه هي البوصله بتاعتنا. مش كل مره لازم منظار، احيانا تحليل الكالبروتكتين يدينا مؤشر قوي، بس المنظار بيفضل هو المعيار الذهبي عشان نطمن ان احنا وصلنا للشفاء المخاطي بالكامل. لو انت ماشي على علاجك وحاسس انك كويس دي خطوه ممتازه، بس ما توقفش متابعه. اسال دكتورك دايما، يا دكتور هل احنا وصلنا للهدف للعلاج الحقيقي والشفاء المخاطي ولا لسه؟ الفرق بين مريض مستقر سنين ومريض بيعاني من مضاعفات بيبدا من الوعي بالنقطه دي. المعرفه هي اول خطوه للسيطره. احنا عندنا 3 اهداف. اول هدف يحصل مفيش اعراض، تاني هدف يحصل التئام انسجه، تالت هدف ان نمنع المضاعفات. في الحلقه الجايه هنتكلم عن اكبر سؤال بيشغلنا كلنا: اكل ايه واشرب ايه؟ استنونا عشان هنفك عقده الدايت في ارض الاي بي دي. في مدرسه التهاب الامعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.